الدراجون فروت او فاكهة التنين، دول الاسمين المشهورين ليها اكتر. ايوه زي ما انتم شايفين ده سعرها ب220 جنيه، دول ما يكملوش نص كيلو، وهم دول بس الاتنين، انا مش واخدة منهم اي حاجة. دول ما يكملوش نص كيلو ب220 جنيه. وطبعا الغلاوي دوت عشان خاطر هي ملكة، هي اصلا اسمها كمان ملكة الهونولولو. ايوه ملكة الهونولولو زي ما انتوا سمعتوا كده، او سحر الليل. سحر الليل عشان خاطر هي بتفتح الزهرة بتاعتها او الوردة بتاعتها، ما بتفتحش غير بالليل الساعة 6 الصبح، الزهرة بتقفل، يعني هي ما بتفتحش غير في الضلمة بالليل بس. الفاكهة دي من أغلى الفواكه في العالم، وفي دول كتيرة قوي منها مصر. ليه؟ لأن هي بتتزرع في جنوب المكسيك، ده أصلها، وبتتزرع دلوقتي في المناطق الاستوائية وفي دول شرق آسيا أكتر. مش بتتزرع عندنا، فهي في الغالب هنا عندي بتبقى يا إما مستوردة أو بتتزرع في صوب مخصوصة بأجواء استوائية. ليها فوائد كتيرة قوي، انا حطها لكم، مليانه فيتامينات، مليانه الياف، مليانه مضادات اكسده. انا عرفتها منين او جبتها ليه؟ انا دقتها في ماليزيا، عشان كده انا عارفاها. في منها كمان ده النوع الابيض من جوه، في منها النوع اللي هو بيبقى من جوه فوشيا او موف، وفي كمان منها النوع الاصفر من جوه. هي طعمها مختلف شويه عن اللي دوقتها في ماليزيا، دي مش مسكره قوي. مش عارفه المشكله كانت في ايه، ممكن تكون ما كانتش مستويه قوي هنا اهوت. هي هناك عندهم زيها زي البطيخ كده، عندنا موجوده في الاوبن بوفيه، موجوده في المطاعم، في اي مكان بتروحوه بتقدموا اكل فهتلاقوا فيه الفاكهه دي موجوده. ده كان شكلها، هي بتتقطع دواير او بتقطع نص دوريه كده، او بتتاكل من المعلقه في النص. ايه الجزء اللي بيتاكل؟ هو الجزء الابيض الشفاف اللي من جوه ده، على حته بسيطه جدا من الجزء الفوشيا، مش اكتر من كده عشان هي بتقلب مر. انا هنا قطعتها واديتها للبنات، كانوا اول مره يدوقوها وكانوا متحمسين جدا للتجربه، لفكره ان انا ممكن ادوقهم فاكهه مختلفه وجديده وغاليه بالمنظر ده. بس هي عجبتهم على الرغم ان هي مش بتبقى مسكره، هي طعمها كيوي على بطيخ. وكمان الملمس بتاعها ملمس الفواكه الاستوائيه، شبه الصبار، شبه التين الشوكي. الملمس بس بتاعها يعني الماده الجيلاتينيه اللي من جوه البيضه دي جيلاتينيه شبه الجيلاتين بتاع الصبار. هي طعمها حلو مختلف، شكلها كمان حلو قوي. اسمها فاكهة التنين عشان خاطر هي النار اللي بتطلع من بق التنين بتبقى فيها الالوان دي كلها، الاخضر والفوشيا والابيض والاصفر. تجربة مختلفة وجديدة. مش بس شكلها حلو وكمان طعمها حلو، بس الناس اللي بتحب الفاكهة المسكرة ما اعتقدش ان دي هتعجبكم. على ما اعتقد ان انتوا ممكن تجيبوا 2 كيلو مانجا او 4 كيلو مانجا او 5 كيلو مانجا، بالسعر ده هيبقى افيد لكم وكمان طعمه هيبقى احلى. المهم التجربة كانت مختلفة، حبيت اشارككم بيها. تابعوني وسبسكرايب لتجارب تانية مختلفة. باي باي.